ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين وكلام جديد. جاني يعني زي شكوى كده من كام مامي بتقولي ان ابنها عنده 4 سنين وبيزهق من الكتابه في الكراسه والكلام ده كله، وعايزه طريقه مجربه ان هي تعوده ان هو يكتب ويتعود على الكتابه ويتعود على كتابه الحروف او الارقام، سواء لغات بقى او عربي او كده. لانه خلاص بيمل من الكراسة وبيبقى عايز يكتب الهوم ورك بتاعه او الواجب بتاعه وخلاص على كده. تمام. طيب بصي بقى يا مامي انت وهي، انا الطريقة دي مجربة 100%. ايه هي الطريقة؟ شايفين السبورة اللي قدامي دي اللي مكتوب عليها سبورتي الحلوة؟ هي دي اللي انا عاوزاها. والقلم الجميل ده اللي هو القلم اللي بيتباع في المكتبة ب15 جنيه تقريبا، والبورد دي او السبورة دي هتجيبوها من هناك. تمام. موجودة في اي مكتبة. حجم، هاتي الحجم اللي انت عاوزاه، في حجم صغير وفي حجم وسط وفي حجم كبير. هاتي الوسط بحيث ان انت لو رايحة مثلا عن في مكان او كده وحابة تاخديها معاكي تبقى سهلة في انك انت تشيليها. تمام. طيب اجيب بقى السبورة ليه؟ هقولك ليه. دلوقتي انا كان عندي اولاد طبعا من سن 3 سنين ونص. تمام. طبعا بيملوا في الكتابة في الكراسة، وانا عايزة اسس. يعني ايه اسس؟ يعني اعود الطفل ان هو يكتب الرقم او الحرف بطريقة صح. طب ازاي؟ هخلي الكراسة دي خالص بعيد خالص للهوم ورك بتاعنا وللواجب بتاعنا. تمام. وقمت جايبة البورد اللي زي دي كده، السبورة، وجبت القلم ده وابتديت ان انا اخليه يكتب عليها. هو حب الفكرة وهو بقى عاوز يمسك القلم ويقلدني، وبقى هو اللي عاوز يكتب. قوليلي يا مس اكتب ايه؟ تمام. يعني تخيلي ان الطفل هو اللي بيطلب مني اكتب ايه. تمام. طيب ببتدي معاه ان انا اقول له لتر ايه وليكن بيتكتب كده، لتر بي بينكتب كده، لتر سي بينكتب كده. تعرف تكتب لي مثلا يا دودو وليكن لتر سي؟ هياخد البتاع ويقوم عاملولك كده. مره خطه هيبقى وحش، مره خطه هيبقى حلو جدا. تمام. مره خطه هيبقى وسط، مره كده مره كده. المهم ان انا عودته يكتب الحاجات دي كذا مره في اليوم ويحفظهم كويس جدا، ويحفظ طريقه كتابتهم الصح. ان انا ابدا الليتر كده. تمام. لان في ولاد بتعمل كده، يعني سوري تبتدي كده من هنا. لا طبعا في طبعا طريقه لكتابه الليتر نفسه. وان انا مثلا وليكن برضو في العربي مش في الانجليش بس، يعني مثلا الالف بينزل كده وبعد كده اعمل الهمز. في ولاد ممكن يعملوا كده. فاهمين؟ فالطريقه الصح ان انا اعوده ازاي يبدا الليتر منين، من فوق لتحت، وابدا الهمزه من هنا لهنا. في عيال ممكن تقوم عامله كده غلط. تمام. يبقى السبوره هي اللي هتساعدني. طب يعني دي حركه اكيد يا مس مؤكده ان انت مجرباها 100%، وعايزه اقول لكم هيحبوها جدا وهيتعودوا عليها جدا، وهتلاقي هم اللي بيطلبوها منكم. ماما اكتب كذا، ماما اعمل كذا. صدقوني مجربه 100%. عندي ولاد بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كانوا 3 سنين ونص، دلوقتي بقوا 8 و9 سنين. اللهم بارك. كانوا بدأوا معايا برضو بحركة السبورة دي، وبدأ ان هم هتقولوا له الخط ومش الخط، وان لازم يمسك القلم الرصاص. على فكرة خطهم بسم الله ما شاء الله، وده اللي انا لاحظته. لانهم اتعودوا على كتابة الحروف صح. وطبعا انا مش مأهملة الكراسة خالص، بالعكس احنا بنكتب فيها الهوم ورك بتاعنا وبنكتب فيها الواجبات، وساعات بنلغي السبورة ونخليها هي مكافأة في اليوم، وهكذا. تمام. تمام. طب ايه تاني يا مس؟ آه اللهم صل على النبي، كنت هقول ايه؟ اه ال ال طيب اقدر بقى ان انا استغلها ازاي؟ تقدري بقى تستغلها في حاجات كتير. وليكن مثلا الماس او الحساب، مثلا لو الولد عربي عنده مثلا عد او كاونت، اللي هو عد في الماس. تمام. مثلا بترسمي له شمس وهو يعدهم ويكتب النمبر هنا ان هو 1. ممكن ترسمي له مثلا تفاح كده بالشكل ده. تمام. وكمان هو هيتعود يعدهم ويكتب هنا 3 او 3 وهكذا. يبقى انت استغليتي السبوره في كذا حاجه. تمام. هيحبوها جدا وجربوها، وما تقلقوش من فكره الخط. بالعكس الولاد اللي اتدربوا معايا على حركه السبوره خطهم بسم الله ما شاء الله ممتازين، لانهم ظبطوا كتابه طريقه كتابه اللتر نفسه والحرف نفسه. جربوها وما تنسونيش